ومن هنا ومن قلب الحدث كنا اليوم مع والد الأطفال والأطفال وأمهم الذين يعانون بالعمى بعد 5 سنوات، وجاءت الاستجابة من السيد القائد الأعلى للقوات المسلحة والزعيم المفدى عبد الفتاح السيسي بعلاج هؤلاء الأطفال على نفقة الدولة. والفضل لله أولا، ثم إلى همزة وصل قناة لوكلوك الأستاذ أحمد الذي أبلى بلاء حسن. نتائج هذا العمل إن احنا وصلنا للقيادة العليا. برنامج همزة وصل وقناة لوكلوك والأستاذ أحمد. كنت متأكدة إن الرئيس هيستجيب. مصر بتعيش أطفالها بيعيشوا بعمر افتراضي، عمر محدد يا ناس. برنامج همزة وصل وقناة لوكلوك والأستاذ أحمد على اللي عملوه معانا وعلى الوقفة الحلوة اللي هم وقفوها جنبنا. كنت متأكدة إن الرئيس هيستجيب. قدمنا بحمد الله في برنامج همزة وصل الحلقة اللي فاتت قصة السيدة رشا، أول أم في مصر تلد أولاد بمدة صلاحية وعمر افتراضي. لأن العيال ما عادش فيه علاج بالنسبة للمخ والأعصاب واكل معاه. مرض بيعمل لهم ضمور في الشبكية، ومرض بيعمل لهم ضمور في المخ والأعصاب، وضمر يعمل لهم ضمور في العضلات، وتأخر عقلي وكهرباء زيادة. كانت بتستغيث، والله كان لها المغيث، وجاءت استجابة فخامة الرئيس بعلاج أولادها. مدام رشا بنت كوم زمران محافظة البحيرة بتقول: الإيمان بالله والثقة في رئيس الجمهورية إن هو بيسمع كل صوت في مصر وبيوصل إلى كل فج عميق في كل شبر من أرض مصر. كنت متأكدة بالاستجابة، والحمد لله في انتظار التحاليل علشان أولادي يسافروا. شكرا يا فخامة الرئيس على الاستجابة السريعة، وتعالوا نشوف التفاصيل في حلقة النهاردة. ومن هنا ومن قلب الحدث كنا اليوم مع والد الأطفال والأطفال وأمهم الذين يعانون بالعمى بعد 5 سنوات، وجاءت الاستجابة من السيد القائد الأعلى للقوات المسلحة والزعيم المفدى عبد الفتاح السيسي بعلاج هؤلاء الأطفال على نفقة الدولة. والفضل لله أولا، ثم إلى همزة وصل قناة لوكلوك الأستاذ أحمد الذي أبلى بلاء حسن. نتائج هذا العمل إن احنا وصلنا للقيادة العليا. برنامج همزة وصل وقناة لوكلوك والأستاذ أحمد على اللي عملوه معانا وعلى الوقفة الحلوة اللي هم وقفوها جنبنا. بس بنطلب منهم إن هم يستمروا معانا وما ينسوناش ويفضلوا معانا لحد الأولاد ما يتم علاجهم للآخر. واحنا إن شاء الله احنا كما عودناكي، وأنا من عادتي عامة عمري ما بنسيب موضوع لحد الآخر. لا، ما حدش يسيب يعني لحد ما العلاج يكمل للآخر إن شاء الله. وبنطالب رئيس الجمهورية إن هو يتصل بالمسؤولين إن هم يباشروا الحالة، ما يسيبوش الحالة تفضل كده، ما يسيبوش الحالة على وضعها كده، لازم يستمروا معانا، يستمروا لحد ما يوصلونا للآخر إن شاء الله، وربنا هو الشافي. إن شاء الله. أنا هاني عيد عبد الغني أحمد الكبير. أنا بنناشد رئيس الجمهورية وبنحترمه احترام كبير، لأن الراجل ده يعني عمل معانا كل حاجة حلوة واستجاب لنا. واحنا رحنا البارح وصلت لقيت في تكليف من رئاسة الجمهورية للدكتور حسام عبد الغفار، وكلمني شخصيا امبارح وقال لي انا في عربية هتيجي تاخدكم من البيت هتوديكم مستشفى الدمرداش. وفعلا مش اقل من نص ساعة او ساعة الا ربع جت العربية وخدتني انا والاطفال ال4 والام، ورحنا مستشفى الدمرداش. عملوا معانا هناك التحاليل اللازمة، وقالوا ان شاء الله باذن الله بعد التحاليل ممكن تبان من شهر ل45 يوم. فانا حكايه شهر و45 يوم دول يامه، وانا ابني وعيالي معايا، انا عايز عيالي تبقى كويسه. فانا بنناشد رئيس الجمهوريه ان علاج عيالي يجي على طول، ما يستناش الوقت دي ولا الفتره دي. وانا بنناشد كل واحد وقف معايا، وكل واحد عمل مكالمة، كل واحد عمل بث مباشر، كل واحد عمل مشاركة، وكل واحد اتكلم كلمة في حقي أو دعا دعاء ليا ولأولادي. أنا بنشكره. تعرف بيك اسمك يا عيد عبد الغني أحمد الكبير، أبو هاني، أبو الأسرة اللي هي إيه جالها المرض دي.
تحب تقول ايه للرئيس عبد الفتاح السيسي؟ نحب نقول للرئيس: يا ريس، انت ابو الكل، ودول عيالك واطفالك قبل ما يبقوا اطفالنا احنا، واحنا بنستجابوا بيك، واحنا رجالتك، واحنا كلنا بتوعك، ودول عيالك يا ريس. فاحنا اللي طالبينه منك يا ريس ان انت تستعجل لنا بالعلاج شويه، عشان العيال بتتدمر يوم عن يوم، واحنا ما فدناش حاجه. احنا من ربنا فوق وانت تحت يا ريس، وانت ابونا كلنا، وانت القائد الاعلى بتاعنا كلنا. واحنا يا عم انت تشكر على العربيه اللي انت بعتها لنا، وراحت وجات خدت هاني وعياله وراحت مصر ماشي، وطلعت على المستشفى. احساسك كان ازاي وانت اول ما لقيت استجابه رئيس الجمهوريه وهو باعت كما انه واحد من الاسره؟ احساسي رئيس الجمهوريه ماشي هو اللي عمل الكلام ده كله، وهو يستاهل الشكر، وهو اللي كتر خيره على الدوله كلها، وانا عارفين انه مشغول وكتر خيره، ويشكر انه قام بعيالها. يا ريسنا، انا عايزه فرحتي تدوم، ما تبقاش بعمر افتراضي، ما يبقاش لها عمر محدد. انا عايزاها تدوم طول العمر، وترجع الفرحه على وجوه اولادي تاني. الفرحه اولادي كانوا ما بيمشوا وبيشوفوا، دلوقتي لا بيمشوا ولا بيشوفوا. عايزاهم يرجع كل حاجه تاني زي ما كان، وكله بفضل ربنا سبحانه وتعالى. ثم سيادتك، سياده الرئيس، سياده الانسان، سياده الاب. انت الاب والانسان المحترم الخلوق. ربنا يخليك لينا ويبارك لنا فيك ويطول لنا في عمرك. انا مش هلاقي عمري زيك في حياتي كلها. انا اول مره في جمهوريه مصر العربيه نشوف رئيس فعلا يستجيب لست مصريه غلبانه مواطنه. انا ما كنتش مصدقه من فرحتي، انا مش مصدقه. انا عايزه اطفالي ما يبقوش زي الاثنين اللي قبلوه. انا عايزه اولادي يعيشوا زيهم زي اي اطفال. وشكرا ليك يا سياده الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا الان متواجدين في قريه كوم زمران تبع المركز الانجاز. الله أكبر، أذن يكبر.